بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. معاكم في تالت اكسرسايز معانا. المفروض ان هو عايز يعمل ابلكيشن بالجافا سكريبت يريبليس كل كاركتر، كل حرف هيتكتب بالحرف اللي بعده. على سبيل المثال لو انا جيت هنا قلت المفروض A B C، المفروض ان انا هشوف الحرف ال A ده بعديه A بعديه B، ال B دي بعديها A بعدها C، ال C دي بعديها A بعديها حرف ال D. فالمفروض الإجمالا هيطلع لي بي سي دي بدل ال A B C. طيب انت اصلا عشان تبدأ ان انت تعمل كل الكلام ده فانت محتاج الاول ان انت تفرق الحروف دي. طيب عشان تفرقها عن بعض وتدخلها في array فانا عندي function اسمها split. مجرد ان انت هتعمل كده quotation فاضي هيبدأ يحول لك الكلام ده لarray. تمام، كل حرف موجود في value لوحده. تمام بالشكل ده، طبعا عبارة عن سترنجات بالشكل ده. جميل كده. طيب المفروض بعد كده تعمل ايه؟ المفروض ان انت تعمل زي لوب اهو، لوب على الكابتن ده عشان تبدأ ان انت تشوف الحرف ده هو رقمه كام. عندي في البرمجة بعد كده تختار الرقم اللي بعده، فانت محتاج ان انت تعمل لوب، فانا هستخدم فانكشن اسمها ماب. تمام. طيب عشان تبدأ ان انت تعرف الرقم بتاع الحرف ده، فانا عندي على سبيل المثال ان الكلام ده بيساوي اكس مثلا، فانا عندي الاكس دي هقول دوت كار كود ات كود ات، وابدا ان انا اديتكت اول حرف عشان اجيب الرقم بتاع اول حرف اللي هو الاندكس بتاعه بزيرو. طب لو انا عايز الحرف اللي بعده فالاندكس بتاعه واحد. طب انا عندي الحرف التالت فالاندكس بتاعه اتنين، هيبدا يجيب لي الكود بتاع الحرف ده. مثلا ممكن الكود ده يطلع مثلا ب 11 ايا يكن ايه الحرف ده. تمام. طيب انا عايز اترجم الرقم ده اللي هو خلاص جابهولي لحرف بعد كده. فانا في عندي في السترنج از اوبجكت او از كونستراكتور المفروض ان في حاجه عندي اسمها كود او فروم، حاجه اسمها فروم كار كود. كار دي جايه من كاركتر، وابدا ادخل فيها الرقم اللي طلع لي هنا. تمام. المفروض ان هو هيحول لي الكلام ده تقريبا لرمز بالشكل ده او حرف بالشكل ده، اللي هي ال 11 هتبدا تتحول لبي، وهكذا. طيب يلا بينا نبدا نكون الفانكشن بتاعتنا. فانا هعمل فانكشن اسميها على سبيل المثال اي اسم مش هتفرق معايا، اسميها الفا فولو. تمام، يعني بيتبع الرقم اللي بعده، وابدا ان انا احط البارامتر بتاعي من غير اي اقواس. وفي الكيرلي براكت بتاعي هبدا ان انا اقول ان السترنج ده هيحصل له سبليت لان انا عايز اقطعه لحروف. فلو انا جيت دلوقتي عملت console.log للشكل ده هيبدأ يحولهولي ل array كل حرف منفصل عن التاني. بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل لوب على كل حرف عشان تخش على كل واحدة. فانا هعمل هنا ماب، والماب دي هتاخد بارامتر صغير اسمه كار بالشكل ده، وفي السكوب بتاعها هتبدأ تعمل فانكشن. تمام. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اقول return السترنج بالشكل ده دوت فروم كار كود بالشكل ده، وابدا احط الرقم اللي بيجي لي من الحرف نفسه. هقول ان مثلا الاس تي ار دوت او الكار، اسف لان انت داخل الماب بقى مش هتستخدم الاس تي ار لان هي اصلا الاس تي ار. هتقول ان الكار دوت كود او كار كود بالشكل ده، كار كود ات، وتبدأ ان انت تحط له الرقم الاولاني مثلا اللي هو الصفر. بعد كده هو هيبدأ يعد الصفر ده كذا مرة، يبقى صفر واحد اتنين لان انت داخل الماب بتاعك. وتقول ان انا بس عايز ازود واحد، يعني الرقم ده يتحول من ال A يتحول ل B. تمام، يعني ينتقل على الحرف اللي بعده. في النهاية انت هتقول console.log. تمام، وتستدعي اسم الفانكشن بتاعتك، وتبدأ ان انت تحط ال A B C بالشكل ده. تمام. عندك كام غلطة بس. اول حاجة ان انت محتاج ان انت ترجع الفانكشن دي لان هي هترجعها لك as a array. اول حاجة انت محتاج ان انت تريتيرن الفانكشن دي اول في البداية لان انت هنا فاتح السكوب بتاعك. تمام. طيب تاني حاجة محتاج برضو ان انت تريتيرن الفانكشن بتاعتك، لو انت شلتها كده هتطلع لك undefined، فانت محتاج ان انت تحطها هنا بس هي باينه لك على شكل array عشان ترجعها تاني لسترنج ورا بعض. فانت عندك فانكشن اسمها join. تمام، join مش جيسون كده، join هتبدأ ترجعها لك هتبقى بي سي دي. طيب يا سيدي، لو انا جيت دلوقتي حطيت حرف الزد
المفروض ان هي ترجع تاني للايه، بس جاب لك علامة البراكت المفتوح ده، اذا هو مفيش حاجة بعد حرف الزد. فانا عايز ان هو يعمل لوبينج من اول وجديد، اول ما توصل لحرف الزد ارجع تاني للايه. فانا هشيل كل الكلام ده واعمل كونديشن خفيف كده بالاف كونديشن، وهقول لو الكاركتر بتاعي ده بيساوي الزد بتاعتي، فانا هعمل علامة الترو، هحط الايه. عكس الكلام ده تعمل اللوب بتاعك عادي مفيش مشكلة. طبعا انت هنا مش محتاج الريتيرن، فمن المفترض الريتيرن هيحصل هنا. المفترض ان هي لو انت حطيت الزد هترجع تاني لايه. طيب انا محتاج بس اعمل شوية ريفاكتورنج، انا عشان ده كله ده المفروض ممكن يكون في سطر واحد، فانا ممكن اشيل الكابتن ده بس ما انساش اشيل الريتيرن. نفس الكلام هنا اشيل الكابتن ده وما انساش هنا اشيل الريتيرن. لو انا عملت اف شيفت الت هيبدا ان هو يعمل لي فورماتنج ان كل ده اصلا على سطر واحد وهيشتغل، لان ده بنظام الاكما سكريبت. تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا اول حاجه عملت سبليت للحروف بتاعتي حولتها لاري، بعد كده مشيت على كل واحده من خلال الماب، بعد كده بدات ان انا اديتكت الرقم بتاعها من خلال السطر ده، وزودت عليها واحد وحولتها لحرف تاني، وفي الاخر بدأت ان انا اعمل join عشان تجمعها لي من array لstring متكامل.